تعالوا نحضر الليمون والنعناع بدقيقة واحدة بيكون جاهز معكم بكل وقت. رح نعصر عنا كمية كبيرة من الليمون لحتى نحتفظ فيه بالفريزر. رح نستخدم الليمون اللي نزل عنا، رح نشيل منه البذر ونخلي الليمون. رح نحط عصير الليمون بالخلاط الكهربائي، أما قشر الليمون شلنا منه كل البذر وضفنا لعصير الليمون. طبعًا بالنسبة للسكر بتحطوا الكمية قد ما بدكم حسب الرغبة. رح نخلطهم كتير منيح مع بعض لحتى تتجانس المكونات مع بعض، وبعدها رح نبلش نفرغه بقوالب السيليكون أو قوالب التلج الموجودين عندكم بالفريزر. رح نحطهم بهذا الشكل، رح نسكر عليهم وندخلهم الفريزر، وهيك بيكونوا جاهزين لوقت التقديم. عندي كمان الكمية التانية أضفت لها نعناع بنفس الخطوات، بس أضفت لها نعناع وحطيتها بالفريزر. بعد ما تجمد عنا المكعبات بس بنضيف عليها مي وبتكون عنا جاهزة للتقديم. بنقلبهم مع بعض وهيك بيكون عنا جهزت معنا أطيب كاسة ليمون بنعناع بدقيقة واحدة وجاهزة معكم بكل وقت. إن شاء الله يا رب تكون عجبتكم.